مين اللي ادى الناس دي الحق انها تقعد في الحته دي؟ ليه مثلا احنا ما نقومش بحملات اللي هي بيقوموا بيها الشرطه قبل كده، اللي هي بتاعه شرطه المرافق. زمان كانت شرطه المرافق بتشيل الحاجات دي والناس دي بتجري، وكنا ندافع عن الناس دي ونقول الناس دي عندها اكل عيش ولازم تاكل عيش، لكن اكل العيش في تشويه صوره البلد وصوره اجمل مكان في البلد. على فكره صوره البلد دي اللي هي كان عملها الخديوي اسماعيل باشا، وعمل مصر من الداخل قطعه من باريس. حتى لو شفنا العمارات اللي موجوده دلوقتي في شارع فؤاد او شارع سليمان او شارع شريف او الحتت دي كلها، هتلاقي العمارات دي من العمارات الجميله جدا اللي على الطراز القوطي وعلى الطراز البيزنطي، حاجه يعني تحفه. لكن دلوقتي خلاص مفيش حاجه زي كده. البلد بقت فوضى في الشوارع، وفوضى في السيرفيس، وفوضى في الشراء، وفوضى في المرور. لا، الحكايه دي ما تنفعش، ولابد ان يعود الداون تاون زي ما كان تاني في مصر. كان من اجمل الداون تاون اللي موجود في العالم. على فكره انا عاوز اقول لك حاجه، وانا اول ما اشتغلت في الاهرام في شارع شريف، كان في شارع شريف الاول، كنت بمشي في الشارع كان بيجوا البلديه ترش الشوارع وتغسلها من الساعه 2 بالليل لحد الفجر، وتغسل التماثيل وتغسل الارض، والبلد الصبح الناس تنزل تلاقيها منوره ولمعه وبتبرق كده وريحتها جميله جدا، عشان الناس تروح شغلها وهي منشرحه الصدر، مش مهمومه وتعبانه وقرفانه زي ما بيحصل دلوقتي.